هل عقلك ممكن يتحكم في تليفونك؟ تخيل معايا انك تبص على الموبايل وتفتحه بعقلك، تفكر في اغنية وتشتغل لوحدها، تلعب لعبة، تكتب رسالة، تشوف صور، وكل ده من غير ما تلمس حاجة. اللي كان خيال علمي بقى حقيقة. في شركة اسمها نيورالينك اللي أسسها إيلون ماسك بدأت أول تجربة على البشر، وزرعت شريحة صغيرة جدا في دماغ بني آدم. الشريحة اسمها لينك، حجمها تقريبا عامل شبه العملة الصغيرة، بتتزرع جوه الجمجمة وبتتوصل بالمخ عن طريق خيوط أدق من الشعرة. الفكرة كلها إن الشريحة بتقرأ الإشارات العصبية اللي بتطلع من دماغك وتحولها لأوامر إلكترونية. يعني لما تفكر إنك تفتح تطبيق، الشريحة بتترجم الفكرة دي وتبعتها للموبايل أو للكمبيوتر. انت مش محتاج تتكلم ولا تتحرك، بس مجرد تفكير كافي انك تتحكم في الأجهزة اللي حواليك. في 2024 شركة نيورالينك أعلنت إنها زرعت أول شريحة في دماغ إنسان بنجاح، والراجل ده فعلا بدأ يتحكم في الكمبيوتر بعقله، بيحرك مؤشر الماوس وبيفتح حاجات على الشاشة، وكل ده من غير ما يحرك صباعه. ايلون ماسك بنفسه قال هو بيستخدم الماوس بعقله أحسن من الناس اللي بتستخدمها بإيديها، والعلماء بيقولوا إن دي بس البداية. في المستقبل القريب ممكن الإنسان يتحكم في أي جهاز حواليه بعقله. في ناس كتير خايفة، تخيل حد يزرع لك شريحة في دماغك ويقدر إنه يوصلك بالإنترنت، ممكن يتجسس، ممكن يتحكم فيك. كلها أسئلة مخيفة والناس بتسألها بجد، بس في نفس الوقت فيه فايدة جبارة للناس اللي مشلولة مثلا، أو اللي عندهم مشاكل في النطق أو الحركة. ممكن يستعيدوا السيطرة على حياتهم بالكامل بالشريحة دي. وكمان العلماء بيقولوا إن في المستقبل ممكن الشريحة دي تخزن ذكريات، أو إنها تخليك تتعلم بسرعة خرافية. تخيل إن شريحة صغيرة ممكن تغير شكل الحياة بالكامل. تخيل العالم بعد 10 سنين نتواصل من غير كلام، نتكلم في كل حاجة بعقلنا، ندمج دماغنا بالذكاء الاصطناعي. وهل يا ترى ده تطور ولا خطر مرعب؟ هل ممكن تزرع شريحة في دماغك ولا هتسيب دماغك في حالها؟ أتمنى إنك تسيب لي رأيك في الكومنتات، وأتمنى يكون الفيديو عجبك واستفدت منه.